اتفضل. ممكن يكون سؤال رخم بس اللي سأله بقى بيقول لك انت ليه ما بتكبرش؟ بيقولوا انك انت مساوي جيم. ايه رايك؟ موعد اهو قدام الراي العام ان شاء الله الزمالك قدام ريال مدريد، عبد الله محمود هيكون في ارض 55 سنه 65 سنه 75 سنه، واخد بالك انت؟ انا عارف السن الحقيقي. هل لاول مره تدينا انفراد بسنك الحقيقي بالرقم؟ يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني بالامجاد. تميمة حظ نادي الزمالك وتميمة حظ جمهور نادي الزمالك، عملت لقاء معاه في الكونفدرالية وهعمل لقاء معاه بعد السوبر الافريقي. المشجع الفضائي صاحب آلة الزمن صاحب العمر اللي ما بيكبرش، كلها ألقاب أطلقت على المهندس عبد الله محمود الزملكاوي الأصيل. يمكن ما كانش في السعودية لكن جبته لكم هنا من عند المطار، موجود وهيعلق وهيوصف فرحته الكبيرة جدا بالسوبر الافريقي. بداية سوبر القرن ولا لا؟ بالتاكيد ده سوبر القرن وسوبر التاريخ، وطبعا سوبر يعني بعد 94 كابتن ايمن منصور انا بعتبر طبعا ده فوز، طبعا يعني ده فوز تاريخي. فوز تاريخي. هل مباراة السوبر دي قبل ما نتكلم فيها يا باشمهندس عوضتك ونستك موضوع نهائي القرن والقاضيه والكلام ده كله، مع ان الزمالك هو اللي كان يستحق الفوز بالقاضيه؟ بالتاكيد طبعا، بالتاكيد. انا شايف طبعا قبل ما ندخل بس في موضوع المكسب التاريخي نادي الزمالك، تاريخ طبعا تاريخي، انا بهنئ طبعا مجلس اداره نادي الزمالك اللي وفر المناخ الايجابي ووفر كل سبل الراحه للنادي في سواء داخل القاهره او في الرياض او الامور دي. طبعا بهني طبعا لعيبه نادي الزمالك طبعا ويمثلهم كابتن شيكابالا والكابتن عبد الله السعيد. الكابتن شيكابالا يعني يعتبر هو تاريخ نادي الزمالك بجانب طبعا التاريخ اللي هم بنوا النادي طبعا. شايف طبعا ان الحمد لله فوز طبعا يعني تاريخي، عقده طبعا يعني عقده طبعا من بعد 96 اللي هو الكاس السوبر الافريقي. طبعا انا شايف بالتاكيد طبعا فوز تاريخي وده فوز القرن، ويجب على مجلس اداره نادي الزمالك لو يبحث يعني اللقب بقى بتاع نادي القرن ان هو يحق لينا ان احنا نسترده مره اخرى، بحيث ان هو راح بيحدد الاتحاد الافريقي الاستاذ مصطفى فهمي مدير العلاقات العامه في الاتحاد الافريقي والامور دي شبهات بقى حصلت او الامور دي. شايفين طبعا اتمنى مجلس اداره نادي الزمالك يتمثل بالكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان، شايفين ان هم لابد ان يتم استيراده مره اخرى لقب القرن مره ثانيه للزمالك. قبل مباراة السوبر الافريقي مع النادي الاهلي بامانه كنت خايف؟ والله كان عندي امل شديد جدا يعني ان انا كنت ان احنا نكسب المباراه دي. الحاجه الثانيه ان طبعا الشعور طبعا لما تكون في ارض الملعب او في الاستاد او الامور دي، وانا يعني ولولا بس جواز السفر كان للاسف كنت بجدده بس واتاخر كده. حد من الشخصيات العامه في نادي الزمالك من المسؤولين من المسؤولين الدرجه الثانيه يعني ان هو مش في مجلس الاداره قال لي جواز سفرك. المشكله ان يعني للاسف يعني هو يوم اللي عطلني في الموضوع في اللي كده. انا شايف ان طبعا كنت يعني مش عايز اقول لك كان شعوري قد ايه وانا مش في الاستاد او الامور دي. ليه؟ لان متضايق طبعا، بس هو وعدني المسؤول قال لي اي بطوله ان شاء الله خارجيه والامور دي لازم تكون مجهز نفسك عشان انت ايقونه نادي الزمالك. وده يعني الحمد لله بشكر طبعا يعني المسؤول. هو قال لي ما تذكرش اسم الامور دي، شايف ان طبعا انا عارف اسمه بس مش هقول برضه. تمام. قال لي ان شاء الله اكون في كل ان شاء الله وانا بوعد اهو قدام الراي العام ان شاء الله الزمالك قدام ريال مدريد، عبد الله محمود هيكون في ارض في قلب المملكه العربيه السعوديه او في التحديد في ملعب الرياض او في اي ملعب تاني يحددوا الجهه المنظمه ان شاء الله الزمالك وريال مدريد باذن الله. طيب بامانه انت شايف ان المسؤولين في نادي الزمالك والجمهور بيتفائلوا بيك؟ يعني انت موجود الزمالك ضمن بطوله؟ الصراحه بامانه مش غرور من نفسي، مش غرور من نفسي الامور، بس انا الحمد لله من 97 يعني بحضر الحمد لله يعني كاس الافروسيه لما الزمالك كسب فرقه من اليابان مش متذكر اسمها دلوقتي، كان 2-1 كان في قلب استاد القاهره، ومعايا صوره بتدل على ذلك. احدى المصورين الصحفيين التقط هذه الصوره، كانت كره ميدان الرياضه حاجه زي كان كورنر اسمه ميدان الرياضه بتاع المخفي اللي اسمه اللي هو بره مصر ده، علاء صادق الاشكال دي اللي بره مصر. احنا شايفين طبعا طبعا شايفين طبعا ومعايا كل ما اما واحد بيقول لك تزييف مش هو مش انا بالعكس. انا الحمد لله
يعني الواحد بيتنفس روح نادي الزمالك. تمام. الزمالك بنقول طبعا الزمالك هو الحياه، وبالفعل الزمالك هو الحياه بمشجعينه بمجلس ادارته، بمجلس اداره اللي هو عمل شيء برضو كويس جدا مع رحمه الله عليه الكابتن عبد اللطيف ابو رجيله. طبعا لابد للزمالك اتبنى كيان كان اسمه محمد حلمي زموره طبعا. وعوده الملعب تاني باسم محمد حلمي زموره، ده حاجه طبعا. حاجه شيء ممتاز جدا يعني. سؤال، انت تطارد الكاميرات ام الكاميرات تطاردك؟ الاثنين مع بعض عشان الاتنين اكون مع صريح بعض. معاك. بصراحة. ليه بقى؟ انا بوصل رساله مثلا ان يكون مثلا ايه في ارض الملعب. انا ليا الحمد لله قسما بالله بسافر محافظات القاهره بحكم العمل النقابي يعني. بلاقي الناس والله بلاقي الناس تلتقط معايا صور سيلفي، والاقي واحد نازل كان راكب مع عربيته مع زوجته العربيه، نزل بعد ما عدى شافني راح راكن العربيه عشان يصور معايا، بل خلى زوجته تصور معايا، يعني احنا الثلاثه بحيث ان يعني ملقب بالتاريخ. طبعا انا شايف لما بكون بوصل رساله في ارض الملعب بقول لمحبيني طبعا ان انا متواجد معاكم اهو، وبشاور لهم بحيث او الامور دي بحيث ان عايز اقول لهم ان انا ظاهر يعني اكيد في الحدث الهام يعني الكبير. رسالة وسؤال مهم انا متحمل بيه امانة، اتفضل. ممكن يكون سؤال رخم بس اللي سأله بقى بيقول لك انت ليه ما بتكبرش؟ اقول لك الصراحه ليه؟ بصراحة. النادي لما هو الكوره مكسب وخساره، بس النادي لما بيكسب الواحد بيحس كده براحه، بيحس كده بمساحه، بيبقى يعني مش صغر. خلاص هو دي هيكله يعني او جسم او شكل الامور دي، يعني اقول لا اكبر نفسي بالعافيه، ما هو نفس الكلام عادي يعني. نقول تركيبتي كده خلقة ربنا بس كده عادي. الواحد الحمد لله لا بيتعاطى ولا اي حاجه، والامور عادي مش قد مش كده. الحمد لله محافظ على صحتي كويس جدا، ولا في اي حاجه بتمنعني. بالعكس المداعبات اللي بتحصل على السوشيال ميديا او الامور دي بتزيدني فخرا طبعا، بالعكس بتزيدني قوه وحماسه ان انا اكون مستمر في هذا المنوال يعني. بيقولوا انك انت مساوي جيم. ايه رايك؟ لا بص، هو قال لك ايه؟ مسافر عبر الزمن، عبر آلة الزمن. تمام. اللهو الخفي، الجن مش عارف ايه يعني حاجات اللي هو مش عارف يقول لك ايه، يعني حاجات كلها حاجات يعني حاجات في وحي الخيال. انا انسان طبيعي عادي اهو، انت قلت لي حضرتك اسجل معاك اسجل امور، بس في بعض يعني صراحه عشان حضرتك استاذ علي حضرتك شخصيه طيبه والامور دي، وانا بحب طبعا الشخصيه. اما في بعض يعني والله بعض المواقع قالت لي تعالوا، بس حسيت ان في ايه بعض السخريه والامور دي او بعض التنمر. مش السخريه، التنمر شايف طبعا عادي يعني الموضوع كله مش قد بس انا بوصل رساله للكابتن اللي هو كان لعيب في النادي الاهلي سابقا ده بدون ذكر اسمه عشان ما ادوش اي اهميه، اللي قال لك يجب على الزمالك اللي على نادي الزمالك اللي هو عايز اقول له يا ابني اتكلم باحترام. تمام. اولا نادي الزمالك ده نادي اسمع التاريخ. اولا نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي عظيم. تمام. لما تيجي تتكلم يا ابني تتكلم عن النادي، يعني النادي ده يعني او ابسط حاجه يعني انت وانا ما تعرفش تاريخ النادي عشان تقول كده، وانا بتحدى اي حد في لعيبه نادي الزمالك السابقين اللي هو يتهكم في يوم من الايام على النادي الاهلي يقول هذه المقوله على النادي الاهلي. احنا محترمين، احنا عشان كده احنا محترمين، وعايز اقول احنا ردنا رد في الملعب. أكيد. مش رد بالالسنه، رد في الملعب يا احمد يا بلال. اخر سؤال، قالوا في الكومنتات مع الحلقه التاريخيه اللي بيني وبينك بعد الكونفدراليه ده حصل ترند كبير. 55 سنه 65 سنه 75 سنه، واخد بالك انت؟ انا عارف السن الحقيقي، هل لاول مره تدينا انفراد بسنك الحقيقي بالرقم؟ اكون صريح معاك. يلا بينا. 40. في قناه تلفزيونيه شهيره. تمام. المعد كلمني امبارح بعد المباراه. تمام. قال لي هتجيب معاك جميع الوثائق اللي معاك على عبر الازمنه. تمام. وهتعلن حصري على الهواء سنك الحقيقي في احدى القنوات الفضائيه. يعني مش عاوز بس ايه دي ده يبقى سبق لاحدى القنوات التلفزيونيه. هنستنى وهنقول احنا السن كام. السن مش كبير يعني من الاربعينات الثلاثينات. هتهرب مني زي المره اللي فاتت وهتلاعبني مش هتقول السن الحقيقي. طب قول عشرينات ثلاثينات اربعينات بس كده. يعني ممكن قد يكون او عادي في اواخر الثلاثينات. في اواخر الثلاثينات. انا عن نفس المعلومه اللي عندي 39 سنه بس ماشي. قد يكون معلومه العمر صحيحه وتكون خاطئه. العمر كله ليه. بقول لك ايه، العمر كله في عشق نادي الزمالك بالظبط. بس هو ده الموضوع. تيجي نغني يا ليالي يعني مع بعض. ما احنا غنيتها والله مع الكابتن شيكابالا في ارض الملعب كوبليه واحد ساعه الكونفدراليه البطوله الافريقيه اللي احنا شايفين ان انا والله بس عشان خاطر مش عاوزين ايه عايزين فرحه النهارده. احنا فرحانين، احنا كلنا زمالك كلنا رجاله. يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني بالامجاد والبطولات فريق الغالي والسهر في الدخلات.
عمري كله ورا الزمالك، من ميلاد عشت معاه الذكريات، ما احنا بنتجمع الله عليك يا أستاذ تاني في علي. التالتة نعم. ونغني مع العشاق. نعم. لقاء مع صاحب آلة الزمن الزملكاوي السوبر الأفريقي زملكاوي. سلام.